اقول لكم الحلقه الجديده دي من سيف مايند بودكاست هي مختلفه تماما. ليه بقى؟ من 3 اسابيع كده واحده صاحبتي قالت لي ميسره، هي البودكاست بتاعتك عن الفنون بس، يعني ليه مش بتستضيفي ناس مختلفين؟ فانا لما تعرفت على آية انها ثيرابيست وبحضر معاها سيشنز، حسيت ان هي عندها جزء فني كده مستخبي جوه. وهقول لكم مين آية عشان لسه ما قلتلكوش، بس كمان حسيت عارفين كده الحاجة الدافية اللي في عز الشتاء، الحاجة اللي بتطبطب عليكم، الحاجة اللي هو واحنا متكتكين كده نشربها فنحس ان احنا more relaxed واللي هو خلاص بقى عايزين نتكلفت في بطانية ونتفرج على موفي ونشرب الحاجة السخنة دي. هي بجد حرفيا آية كده، الحاجة اللي بتطبطب وبتدفي وتخليك تحس انه خلاص انا مش عايز حاجة تانية. هي اللحظة اللي هي فعلا خلاص انا ريليست. فتعالوا نتعرف على ضيفتي آية إيهاب ونشوف الأجزاء المستخبية اللي جوه دي. آية حبيبتي الكلام الكبير ده هعيط والله لا عيط لكم. الكلام الكبير ده شكرا حبيبتي والله. آية، دي حاجة بجد قليلة جدا بس this is how I feel بجد في السيشنز بتاعتنا. وعايزة أبتدي أسألك عن رحلة التعافي بتاعتك. هو very broad question بس انتي feel free باللي انتي حابة تشاركيه معانا يعني. اوكي. انا بحس ان انا الرحله بتاعتي اتقسمت لاجزاء كتير قوي. من وانا صغنونه خالص وانا بيستهويني قوي هو انا ليه بعيط. هو انا ليه لما بابا زعق لي اتوجعت كده، يعني إيه اللي حصل؟ يعني ليه اصلا هو زعق؟ يعني انا داخله العب يعني. يعني انا فاكره موقف احكي بقى يبقى تعافي بقى احكي. بقالي 5 سنين على السوشيال ميديا مش بحكي بس احكي. فاكره موقف مره ان انا دخلت عليه الاوضه كان بيعد فلوس وانا رحت طافيه النور، قال يعني بلعب معاه، طبعا شيء مستفز جدا، فهو قاعد يزعق. بس انا مثلا الموقف ده كنت صغيره جدا، يعني ممكن اكون مثلا في 3 ابتدائي، يعني عارفه حاجه صغيره جدا، بس قعد يشغلني هو ليه بيزعق، يعني هو ليه انا واحده داخله العب. من هنا جت بقى الفكره بتاعت ان انا بدور دايما على هو ليه ده بيحصل، ليه الحاجه دي بتحصل. فبدات بقى من اول ما دخلت المدرسه، مدرسه يعني معينه من 4 ابتدائي كده، هي كانت فيها حصه مكتبه. فبالنسبه لي حصه المكتبه دي انا بدخل اروح ادور على الكتب بتاعه علم النفس اصلا، مش بتاعه القصص وكده، من وانتي صغيره، من وانا صغيره. اوكي. وبفضل اسال يعني، والميس بتاعتي تقول لي طب بصي اقري الحته دي، فاهمه، واقرا الحته دي واعمل عليها الكتاب وكده، الحاجات اللي احنا كنا بنعملها في المكتب. من هنا انا بشوف ان انا بدات رحله التعافي بتاعتي. يعني ان انا كنت بشوف ليه الحاجه دي بتحصل فافهم، فما بقاش زعلانه من الشخص ده، او ابقى فاهمه هو ليه بيعمل كده. طبعا كان بيبقى فيه زعل يعني الرحله طويله جدا يعني انا عشت من قولي مثلا من وانا صغيره كده بسيرش ليه ايه الحاجه حصلت لحد وانا عندي 25 سنه، هي دي البدايه بتاعه التعافي فعلا. اوكي، ان اقول ان انا خلاص صفيت، عارفه، لانه التعافي بتقعدي ups and downs لحد ما في نقطه تحسي فيها بصفا ناحيه الشخص ده، انك حقيقي فاهم مسامحاه، وانك حقيقي مسامحه نفسك، وانك حقيقي خلاص مفيش حاجه. بس فدي كانت البدايه. بس ده بيحصل يا ايه ان انا احس انه لا انا خلاص صفيت تماما جوه وبره وكل اجزائي متفقه ان خلاص احنا متصالحين مع الشخص ده. بصي في رحلتي انا، لان انا بشوف برضو انه في اختلافات بينا، يعني مش كل الناس ممكن توصل، فاهمه، ومش كل الناس ممكن ما توصلش. فهي كل واحد وقدرته. انا بشوف المفتاح الصدق. لو انت فعلا صادقه، لانه النفس بتلعب علينا على فكره، فانت ممكن تبقي بتشتغلي على نفسك وبتحاولي تتعافي وبتروحي لحد وبتشتغلي وبتعملي وبتقري وكل حاجه، بس انت في جواكي حته مبسوطه انت مش واعيه بيها، بس هي مبسوطه ان هي زعلانه، هي مبسوطه ان الشخص ده هي مش مسامحاه، فاهمه، هي مبسوطه بده، مش دور ضحيه، لانه دور الضحيه بيبقى اكبر من كده كتير. لا، هي في انت بتشتغلي نفسك وبتدوري وبتبحثي وبتعملي، بس في حته لا هو اصلا وحش، انا عايزه اصدق ان هو وحش عشان احس
بوجودي انا او فيها حكم كمان. او فيها حكم. فصدقك مع نفسك انه لا انا فعلا مش عايزه ده، مش عشان اصلا الشخص ده يبقى كويس ولا احبه ولا مش عشان ده، عشان انا عايزه ابقى مرتاحه يعني فاهمه، انا عايزه ابقى كويسه مش عشان حد تاني. بتحصل في رحلتي انا، حصلت بس بيظهر حاجات تانية. يعني ايه؟ يعني فاكره لما قلت لك انا بشوف الموضوع عامل زي لايرز كده، لايرز البصله، انه انت تشيلي اول لاير بعد كده بتفتكري ان خلاص خلصتي، كده تكتشفي ايه ده في لاير تانية، فتشيلي اللاير وتشيلي اللاير وتشيلي اللاير. واصلا جوه الانسان مش بس لاير في التعافي او لاير في المشكله، لا هو في لاير في الانسان نفسه. يعني في عقل وفي روح وفي نفس وفي لايرز. فهي نفس المشكله انت بتواجهيها من عقلك الاول وحكمه عليها وحكمه على الشخص ده ولا بلا بلا، اوكي. بعد كده تواجهي، خلاص بقى حليتي بقى العقل بقى خلاص، اوكي، في الحته دي، لانه العقل هيبقى بيشتغل في حته تانية. بعد كده تلاقي النفس طلعت لك. فاحكام النفس ورؤيه النفس للمشهد او للانسان مختلفه تماما عن رؤيه العقل. فتلاقي نفسك بتبصي على اللايرز بتاعت النفس من لايرز التعافي بتاعت البصله، فاهمه اقصد ايه؟ كده تحليها، اوكي، فتكتشفي ان في لايرز تانية للروح. الروح بتشوف الامور بشكل مختلف عن العقل وعن النفس. خلاص، فهو نفس السيتويشن، هو نفس الموقف انت فاكراه بيتكرر وان انا اشتغلت عليه، بس اكشلي انت اتطورتي. فكل لاير جواكي بيشوف اللاير بتاعت الحاجه دي بشكل مختلف تماما. عشان كده انت فاكره ان الموقف بيتكرر، هو ما بيتكررش. هو كل حكايه ان انت بتشوفيه من رؤيه مختلفه، من زاويه مختلفه، كل شويه من زاويه مختلفه، لحد ما كل حاجه تتساوى بقى، العقل والروح والنفس يتساووا كلهم سوا. فتكتشفي ان الموضوع اصلا ايه ده. وفي لاير الجسم برضو، ايوه طبعا، حاجات كتير ومشاعر، فمحتاج يعبر عن نفسه. ايوه طبعا. بس انا هقول لك على حاجه على الجسم ده. في رحلتي انا انا لسه بكتشف الجسم السنه دي او من اول السنه اللي فاتت. يعني صحابي بيقعدوا برضو يعني نتريق على الموضوع ده، انه هو انا جيت من العالم الروحاني، اكتشفت ان في جسم يعني ده حصل السنه اللي فاتت او السنه دي بالكتير، اللي هو كنت كل شويه حتى بقول لاختي هو انتوا ليه صحتوني من النوم؟ يعني انا كنت في العالم بتاعي، ايه اللي حصل؟ فانا لسه بتعرف على الجسم السنه دي، وبتعرف على انا عارفه الحاجه. اصل في فرق بين انك تبقي عندك العلوم او عندك الادراك، وفي فرق بين ان انت عندك المعرفه. المعرفه يعني انت بتختبري المعلومه اللي انت عارفاها، المعلومه اللي انت درستيها او المعلومه اللي انت سمعتيها بمعرفه حقيقيه في الواقع بتاعك، عشتيها يعني، او أيوة. you embody it. بالظبط. فحتى في علم النفس، في مش عارفه ايه، هي كلها مجموعه معلومات، بس المعرفه انك تدوقي الحاجه مختلفه تماما. انا بقى كأيه ما بعرفش خالص اتكلم عن حاجه انا ما دقتهاش او ما عشتهاش. أيوة. لازم اكون انا عشتها، جربتها، اتعلمتها من خلالي، مش من خلال المعلومه. اوكي. فبالنسبه لي كنت عارفه ان الجسم بيخزن مشاعر، عارفه ان الجسم محتاج يتحرك، عارفه ده معلومه، عندي الادراك بالمعلومه. بس السنه دي بدات اكتشف بقى، يعني فاهمه، بكتشف بقى ايه ده وبتواصل بقى مع جسمي وابدا اسمعه. طب يا حبيبي انت عاوز ايه دلوقتي؟ يعني انت ليه موجوع في الحته دي، عايز ايه؟ فاكتشف بقى ده لاير مختلفه تماما. اكتشف بقى ده انت اصلك كبتيني على فكره فكره، يعني انت زعلتيني في سنه 99 ما قلتيش اللي انت عايزاه على فكره، فانا بقى النهارده هوجعك في بطنك كده. فدلوقتي بحاول افهمه وافهم المسجز بتاعته، عايز يقول لي ايه، عايز يوصل لي ايه، واديله بقى الحاجه اللي هو محتاجها، علشان بعد برضو ما بتخوضي بقى اللعبه بتاعت التعافي دي، خلاص بيبقى الاكسبيرينس بتبقى اسرع او اسهل. ما بتبقيش بقى حاسه انه ايه ده وانا ازاي بيحصل فيا كده وكده. خلاص في وجع، عشان الوجع دوت يعني على المستوى الجسدي مثلا في وجع، فالوجع ده بيقول لي المسج الفلانيه ان انا في الوقت الفلاني كبت
حريتي او كبت مشاعري او كبت whatever. طب يا حبيبتي ما فيش حاجه، مش هنكبت حاجه، يلا بينا. ايوه. ازاي بقى ما كبتش حاجه؟ مم. او خلينا برضو اعرف منك، يعني انت عملتي كتاب ايوه انا اتطلقت، فواضح انه في جانب في كتابه، وقلتي لي انه في جانب في رسم. ازاي اتعافى ثرو الفنون دي، مم. وخصوصا في رحلتك؟ يعني ازاي الفنون عامه اثرت في رحلتك؟ بصي انا بصراحه يعني في رحله التعافي بتاعتي ما كانتش الفنون، ممكن الرقص يعني لو احنا قلنا، بس الفنون عامه هي حاجه بتخليني ابسط او بتخليني استمتع. لكن كآية ما عملتش اكسبيرينس لاني انا اتعافى من الفن غير في حاجه واحده افتكرت، اصلي بنسى حاجات. غير في حاجه واحده، حضرت قبل كده ورك شوب بتاعه مانديلا، وكانت بالنسبه لي وكانت بالنسبه لي فكره انه احنا بنلون مش عشان نبهر حد، مش عشان نبسط حد، مش عشان نوري رسمتنا لحد، احنا بس بنرسم. دي كانت نقطة بصراحة فاصلة جدا في الفن بالنسبة لي. أنا الفن بالنسبة لي حاجة خاصة بيا أنا، مش بطلعها، بس أنا بحبها ونفسي أطلعها، بس عمري ما طلعتها. يعني مش عمري، يعني في الحتة اللي هي بتاعة التعافي، أيوة فهماني؟ ما طلعتهاش في الحتة بتاعة التعافي. أوكي. بس أنا فاكرة إنه لما حضرت الورك شوب دي فرقت معايا قوي على كل حاجة تانية. إنه لا، أنا مش هعمل حاجة عشان أعجب حد، انا مش هلبس اللبس ده عشان اعجب حد. اكشلي الحته دي عندي زمان، من زمان، بس اختفت فجاه كده. عارفه الحياه يعني بتلهيكي فجاه. ففي عدد من السنين انا فجاه ما بقيتش انا، يعني فجاه بقيت خلاص اهو اللي موجود، فاهمه؟ فاللقطه دي خلتني، هو انا ليه برضي الناس، او ليه بعمل حاجه عشان خاطر حد، او ليه بلبس عشان خاطر حد، او ليه بعمل عشان خاطر حد. ففرقت معايا قوي الجمله دي. بس اكشلي انا الفتره دي مثلا جزء مني مش مقتنع. انا تقريبا كاني بهد كل بناته. يعني انا بقالي 5 سنين بشتغل ثيرابيست، بقالي 5 سنين على السوشيال ميديا، بقالي فتره من الزمن، وانا دايما حتى في السيشن مش بشتغل زي ما الناس بتشتغل. يعني انا بشتغل من حته بتاعتي. ايوه الحته الدافيه دي. الحته الدافيه اللي انت بتقولي عليها دي، هو فعلا ده الطعم بتاعي. ان انا دايما بحس ان كل حاجه في الحضن هتبقى هتتشافى، فخلاص مش لازم يعني تعالوا قولوا اللي انتوا عايزينه وان شاء الله كل حاجه تتحل. بس بقالي فتره حاسه انه مش هو ده، يعني مش هو ده ليا ان اقدمه. لا، كاني بغير يعني. بحاول اختار الكلمات علشان ما بقاش بقول يعني حاجه غريبه. هل تقصدي بس حاجه محتاجه تدخل، او حاجه في النظام ده أيوة. محتاجه تو انفايتد اكتر؟ انا شايفه ان النظام ده نظام غير عادل، وانه هو مرهق جدا للبني ادم، وان هو طويل قوي. الرحله طويله قوي على الانسان. يعني تحصل مشكله في الماضي فاقعد انا اشتغل عليها لحد ما يبقى عندي 30-40 سنه عشان اتعافى منها. وسيشنز واقعد اقرا واعمل. مثلا في حاجه اسمها فاميلي كونستليشن، ده برضو من الحاجات اللي انا درساها. بيعلم انه بيفهمك انه انت ممكن تبقي وارثه ترومات من اهلك انت اصلا مش عارفه عنها حاجه. طب يا جماعه، ما ذنب النباتات؟ يعني انا مالي؟ يعني هي حصل لها كده، انا مالي؟ يعني ليه اشيل شيلتها يعني بقى؟ فانا الفتره ديت الحاليه دي، على قد ما انا اللي فات دوت ممتنه له، على قد ما انا كان جزء كبير جدا من رحلتي وفعلا غير فيا كتير، الا ان انا بقيت شايفه مع التطور الروحاني اللي بنمر بيه، والنفسي والجسدي والعقلي والتكنولوجي، احنا بنتطور جامد جدا. ليه متمسكين بعلوم قديمه؟ يعني ليه احنا متمسكين بنفس العلوم؟ وبقيت شايفه ان اكيد في حاجه ابسط من كده. يعني اكيد في حاجه ابسط من ان احنا نقعد نتكلم ونقعد نعمل كده. فاكشلي انا الفتره دي بحاول الاقي، او بحاول كاني بكرييت من اول وجديد نوع علاج او نوع هيلينج مختلف عن اللي موجود خالص.
ومن الحاجات اللي انا مبهوره بيها مثلا العلاج بالفن، لان هو حاجه بسيطه يعني جدا بتتعافي بيها. ده مش معناه ان انا بلغي وجود الثيرابي، ولا معناه ان انا بلغي وجود الكيانات دي، لا هي موجوده وتنفع لدرجه نفسيه معينه. يعني في درجه نفسيه معينه بتحتاج انه الشخص ده يجي ويقعد يتكلم. نفس الفكره مثلا بتاعت الفرق بين الثيرابي والكوتشنج. الكوتشنج بيحتاج نضج اكتر، بيحتاج شخص ناضج اكتر من الثيرابي بيحتاج شخص لسه مش عارف يوصل للحاجه اللي هو عايزها، فبيحتاج ايد معاه توجهه وتجيب معاه الحاجه. الكوتشنج بيعتمد دايما على الشخص نفسه. فانا شايفه ان في بقى حاجه ابسط واسهل كمان ان احنا نوصل لها ببساطه الفن كده، بس بطعني انا بقى. اوكي، بس اوريدي ده موجود فيكي من الكتابه، يعني الكتابه جزء من الفنون. أيوة. فهل انت طول عمرك بتكتبي، او طول عمرك عندك الجول بتاع ان انا اريليز كتاب؟ طبعا. انا عندي افكار كتب كتير يعني. اي انت فيكي كتير مني والله. على فكره انا عندي روايات كده. بصي انا مفيش حد، يعني دايما بقول مفيش حد بيقعد قدامي على الكرسي الا واكون عشت جزء من تجربته. يعني انا مش فاهمه يعني هل انا جيت ليه في الدنيا؟ بس تمام يعني اوكي. مره كنت باخد كورس كده نفسي، فاحنا المفروض بنعالج يعني جزء علاج لينا يعني. ففي محاضره كانت اسمها الاساءات النفسيه، ماشي. فالدكتور كل شويه تقول لو حد اتعرض للاساءه دي يرفع ايده. لو حد اتعرض للاساءه دي يرفع ايده. طب يا جماعه في ايه؟ يا كانش في غيري ولا ايه؟ بس ايوه، انا بحب الكتابه، بحب الرسم جدا. ممكن ما اكونش يعني بروفيشنال، يعني مش بعرف ارسم حلو جدا، بس انا بحب الرسم، بحب التلوين، بحب الالوان. انا اصلا كنت في كليتي اسمها تربيه طفوله، فاحنا بندرس كل حاجه. اوكي، بندرس تربيه فنيه، بندرس تربيه حركات، بندرس كل حاجه. فانا التربيه الفنيه كله، يعني الدكاتره كانوا بيسيبوني انا الوحيده في الدفعه اللي اعمل اللي انا عاوزاه. يعني في مشروع بمسمى كذا، خلاص بعنوان كذا، تحته المفروض يتعمل كذا وكذا وكذا. مش مشكله، مش لازم تعملي اللي انت اعملي اللي انت عايزاه، المهم يبقى العنوان كذا. فاهمه؟ لان انا ما بعرفش اتزنق. يعني انا عندي مشكله كده ان انا حطي لي خط عمري ما همشي عليه. يعني حطي خط انا هتلاقيني في حته ثانيه. فاي حاجه بتزنقني بتوترني جدا. بحب الانفتاح كده، بحب ان احنا نبقى منفتحين. الفن فيه الحته دي، ان الواحد يخرج بره كيانه هو. لا، هو في حيوات تانية ممكن اتكلم عنها، في حاجات كتير قوي ممكن اعبر عنها من خلالي جوه محدش شايفها، محدش عارف عنها حاجه. يعني حضرتك يعني لو دخلت جوه هتلاقي بلاوي. فالكتابه طبعا جزء منها. من وانا صغيره كنت بكتب بس ما حدش يعرف عنها حاجه، يعني بحطها كده على جنب وما حدش يعرف عنها اي حاجه تقريبا. يعني ما حدش في عيلتي مثلا يعرف ان انا بكتب. وتفاجئوا مثلا لما انا جيت اعمل الكتاب، هو انت اصلا عمرك كتبتي؟ يعني يا جماعه بكتب كده على جنب يعني. فانا بحس الكتابه كمان بتعبر قوي عن كل حاجه. يعني بتعبر عن مشاعري، بتعبر عن مشاعر الاخر. لان انا مثلا من الحاجات اللي مفيده جدا بالنسبه لي في الثيرابي، يعني اصل هي بتبقى كل واحد عنده شويه حاجات بتنفع معاه في حاجات تانية. فانا مثلا ممكن اقعد معاكي خلاص مجرد ما انا قعدت من وانا صغيره، يعني مش بعد ما اتعلمت، يعني مش عشان كده، يعني انا عشان كده دخلت المجال ده. او ممكن اقعد معاكي خلاص ابقى عارفه انت جواكي ايه. يعني انا عارفه ان انت حاسه بايه دلوقتي، ايه اللي حصل. عندك ايموشنال انتليجنس عالي طول الوقت. بالظبط. عندي كمان حته مثلا، ودي برضو بتساعد في الثيرابي، انه لما حد بيجي يحكي قصه عنه، انا بيحصل لي كاني شفت المشهد قدامي، كاني انا هو. يعني انا خلاص شايفه المشهد قدامي، انا اتفرجت عليه خلاص ومكملاه. يعني انا عارفه اكمله. ولما هو بيكمل حكي، هو فعلا الكلام اللي انا بقوله هو ده اللي حاصل. اوكي، او اللي جوه دماغي هو ده اللي حاصل. وممكن كمان هو ما يبقاش فاكر حاجه معينه وانا اقول مشهد جوه دماغي اوكي انا شايفاه، يقول لي انا فعلا شفت المشهد ده، او مريت بيه، او حسيته، او ده حصل فعلا بس انا كنت ناسيه.
ففكره ان يبقى مخك بيفرز هذا الكم من القصص او من التكميل للقصص، لا هو بيساعد جدا في الكتابه يعني. ولازم يخرج بقى، ما هو جوه، فلازم يطلع علشان ايه ما يفضلش يبقى جوه يعني. فالكتابه جزء الفنون بقى انا بحب قوي يعني. كان مثلا في الجامعه كان عندنا مره مشروع الدكتور قايل لنا فيه ان احنا نستخدم لون وندرجه. اوكي لازم نطلع منه تدريجات الالوان. انا ما قدرتش اعمل كده يعني، الالوان ندهتني خلاص، فيقول يعني عندي نداهه فخلاص يعني احنا هنستخدم الالوان كلها وهنطلع لون جديد، شوف انت هتعمل بيه ايه، خد انت بقى طلع منه الالوان اللي انت عايزها. فلا انا بحب قوي قوي بحس كمان ان الفنون بتدي حريه. في حريه. اللبس مثلا، اللبس ده فن يعني. يعني انا مثلا بستغرب وبتضايق، ودي اكتر حاجه مثلا مضايقاني جدا الفتره دي. يمكن انا عشتها شويه دلوقتي، بس الفتره اللي انا فيها دي مضايقاني جدا ان تنزلي المول كل الناس لابسه نفس اللبس. ايه يا جماعه الاستفزاز ده؟ كله مشتري نفس البنطلون الجينز، كله لابس نفس كله عامل نفس الحاجه. دي حاجه انا بمر بيها دلوقتي وعايزه اعملها. انه لا انا عايزه لبسي يعبر عني، انا مش عايزه البس زي كل الناس. انا زمان ما كنتش كده وانا صغيره، كنت دايما بختار البيسز اللي ما حدش يعرف يلبسها، ما حدش يعملها. بس زمان كانت من الحته اللي مش متعافيه، اللي هي من الحته بتاعت ايه، وهنا بقى التعافي بيخليكي تتمتعي اكتر. انه انا زمان كنت بختار البيسز اللي عمر ما حد يلبسها. ليه؟ عشان اتشاف، عشان يتقال عليها مختلفه، عشان يتقال عليا يونيك، علشان ايه يا بنتي اللي انتي لابساه ده؟ هو انا كده بحب البس حاجات فاهمه. ايوه. وبعدين مريت بمرحله التعافي وجات لي فتره ان هو عادي ان انا ابقى زي الناس، مفيش مشكله خلاص. فبقيت متصالحه، وعادي ان انا مش لازم اتشاف، فبقيت مبسوطه خلاص ومرتاحه وكل حاجه. الفتره دي بقى انا حاسه ان انا جوايا حاجه كبيره قوي، او جوايا تعبير مش عارفه اعبر بيه بالحاجات التولز العاديه. فالتول اللي انا حاسه انها ممكن تعبر عن اللي جوايا اللبس مثلا. اوكي ايوه. فشايفه ان ده فن ان انت تاخدي البيس دي تحطيها على البيس دي، تعمل شكل يعبر عن الحاجه اللي جواكي انت، اللي هي ممكن ما حدش يكون حاسسها او فاهمها، بس تفضلي بقى تتكلمي عنها وتفضلي تقولي له والله انا حاسه ان انا مش مرتاحه، او انا حاسه بس لبسك يبين ده. الالوان يعني مثلا انا شخص بيحب الالوان جدا جدا طول عمره. اي حد بيشوف لبسي او بيشوف كده يقول لي انت بتسببي بهجه، يعني اللي هو انا دايما بلبس الوان كده. اوكي اخر فتره انا مش عارفه البس غير الابيض والجولد، انا مش عارفه البس لون تاني، انا الالوان او اسود. بس مش ممكن يكون ده اللي بيعبر عنك في الفتره دي دلوقتي فانت أيوة. بتختاريه؟ ايوه ما بالظبط، عشان كده بقول لك اللبس بيعبر عن الحاجه. مش معنى كده ان في حاجه حلوه وحاجه وحشه، بس فكره ان حاجه بسيطه قوي زي اللبس تطلعي منها فن. الفن دوت يكون بيعبر عنك، وده اصل الفن. انه يعني بالنسبه لي انا بشوف ان الفن هو التعبير عنك. فلما بتعبر عنك بتلاقي حد تاني بره، ايه ده انت بتقول نفس الحاجه اللي انا عايزه اقولها بس مش عارف اعبر عنها، انت بتتكلم بصوتي. بعد كده بقى اتخلق بقى من الفن التعافي او العلاج، لكن هو اصله اصلا انه انا استمتع بيه واخرج بيه صوتي فيأثر على غيري او يغير حد تاني. وبرضو انا بشوف دوت في كل العلوم على فكرة. يعني اي حاجة هي اتخلقت في بدايتها من تجربة بني آدم دقها وعاشها وغيرت فيه فقالها. لما قالها غيرت في حياة ناس تانية، لما اتغيرت في ناس حياة ناس تانية، إن الناس التانية دي شافت ان الحاجة دي هو الحق المطلق، وهو ده الصح الوحيد، وهو ده اللي المفروض يتعمل. ما حطيتهاش في حجمها او في حجم القصة بالظبط، مش في حجم ان دي تجربته بس والله يعني بكل بساطة هي تجربته هو. فين تجربتك انت؟ وده برضو الحتة اللي مخليها ثيرابي بالنسبة لي. هو فين تجربتك انت بتيجي وبتسمع من حد، بس في الاخر الحد ده بيقول تجربته او بيقول جزء من اللي اتعلمه. فين دواقتك انت للحاجة؟ ده فن برضو، فن ان كل واحد يبقى عنده الكتالوج
اللي على فكرة تعافى من خلاله. هو موجود في العلاج بالفنون انه انت بترفلكتي وبتكتبي القصة بتاعتك انت من خلالك، او حتى لو مش قادرة تعمليها verbally بتستخدمي بقى metaphors، بتستخدمي حاجات من بره علشان تعبري عن الاجزاء دي. فهو موجود فعلا يعني انه انت مش مفيش لازم مفيش انه انت بتاخدي قصة حد تاني وتقوليها، لا بتحكي بالطريقة اللي تبقى مناسبة ومريحة ليكي انت. آية، انت من شوية قلتي او اللي فهمته من كلامك ان انت مش ضد الثيرابي، مش ضد الكوتشنج، مش ضد اي مدرسة موجودة، ولكن ضد ان احنا نمشي على نهج معين ونطبقه على كل الناس بلايندلي، صح؟ فاحكي لي من وجهة نظرك كده، انت ايه رؤيتك للمدارس دي انه مثلا في فكرة التعافي؟ يعني مثلا في زي ما قلتي من شوية انه كل مدرسة تطلع تقول المدرسة دي هتعالجك من كل حاجة، هتشفيك من كل حاجة. انت ايه وجهة نظرك؟ ايه اللي فعلا بيشفي، او امتى اعرف ان انا فعلا تعافيت؟ اوكي، هقول لك، هرد على جزء. اوكي، اول جزء بتاع انه ايه المدرسة الصح او ايه الحاجة الصح او كده. هو الفكرة انه زي ما بقول لك كده، هو كل واحد بيطلع علم بيشوف ان العلم بتاعه ده هو الحاجة الوحيدة الصح، مع ان احنا اتخلقنا مختلفين. احنا كل واحد ليه شكل، كل واحد ليه لون، كل واحد ليه بصمة، فكل واحد ليه كتالوج. هو مستحيل نبقى كلنا بنمشي على نفس الخط ده. اوكي، فهي الفكرة في ازاي يبقى في مرونة، لان كل واحد يتذوق نوع العلاج بتاعه، وهو اللي يحدد ايه الحاجة اللي بتخليه يتعافى، او ايه الحاجة اللي بتخليه يتعالج. اوكي، يعني زي ما احنا بنقول كده، في حد بيتعالج بالثيرابي، في حد بيتعالج بالكوتشنج، في حد بيتعالج بالرسم. انا مثلا عايزة اعمل حاجة جديدة خالص ما لهاش علاقة بكل ده، مش هحرقها بقى يعني، بس يعني اوكي، حاجة احرقيها يا حاجة مختلفة. انا شايفة ان العين بوابة مثلا، انا شايفة ان العيون بوابة كبيرة جدا للنقل. التواصل الجسدي ما بيننا ده بينقل نقلات عظيمة. مجرد الصمت كده، وان احنا نبقى باصين في عين بعض، وبعد ما نخلص نحضن بعض، خلاص الموضوع اتحل. طبعا اعمق من كده وليه شكل اعمق من كده، بس ده ببساطة اللي انا وصلت له يعني. بس ده مش معناه انه ما تشتغلش على نفسك، مش معناه ان انت ما تروحش ثيرابي، مش معناه ان انت ما تروحش كوتشنج، مش معناه انه ايه هو ده الحل. لا، مفيش حاجة اسمها كده. هو انت ككيان ليك توليفة، التوليفة دي حبة من هنا على حبة من هنا على حبة من هنا، انت هتتعافى. اوكي، فمفيش صح او حد، مفيش طريق هو ده. وزي ما قلت لك، هو الطريق بيتغير مع الوقت. يعني انت كل ما بتخلصي لاير بتكتشفي ان الطريق ده اكسبايرد، بتجربي طريق جديد، بعد كده تكتشفي ان الطريق ده اكسبايرد، وهكذا وهكذا، لحد ما توصلي بقى للنقطة بتاعة التعافي اللي انت بتقولي عليها دي، اللي هو امتى الشخص ده يعرف ان هو تعافى. الشخص يعرف ان هو تعافى لما يستمتع بالحياة، بيبقى عارف المتعة ازيد من الوجع، مش الوجع هو اللي ازيد من المتعة. اوكي، رؤيته للامور، بيعرف يشوف ما وراء الحدث. يعني هو في حدث، هو احنا مشكلتنا اصلا معظمنا انه في حدث حاصل، انا جوه الحدث ده، عملوا ده سووا، انا البطل في الحدث. اوكي، اول ما بتعرفي تخرجي بره الحدث وتتفرجي عليه من بعيد كده، تبصي عليه كانك بره الكوكب، اوكي، عرفي ان انت تعافيتي، لانك ما بقيتيش جوه خلاص. انت بقيتي شايفه كانه فيلم، انت شايفه الحدث وعارفه دوت بيعمل ده ليه وده بيحصل ليه، وهتقولي له كذا وهيقول لك كذا، الموضوع خلص. بس ده صعب يعني، محتاج صعب طبعا، وقت كبير اكيد، بس بتوصل يعني بتجربتي، بتوصلي له. عن تجربتي انا وصلت للقطه دي، وصلت للقطه انه خلاص الاحداث بتحصل، بس مش بتعطلني، مش بتعطل متعتي، مش بتعطل انبساطي. في وسط الحدث ده انا حاسه ان انا مبسوطه ومرتاحه. في وسط الحدث ده انا عارفه الحكمه بتاعه الحدث ده، انا عارفه ايه اللي ورا الحدث ده، ليه الحدث ده حصل، سواء حاجات كبيره او صغيره. بس ممكن حاجه تتريجر يو تاني. ايوه، ما انا لسه كنت هقولك انه مش معنى كده انا ما بحزنش، مش معنى كده ان انا ما بتعصبش، مش معنى كده ان انا ما بطيقش نفسي اوقات وبكره عيشتي. لا، عادي، انا انسانه في الاخر، مش فجاه هبقى يعني حاجه تانية. لا، بتحصل، بس مدتها
اختلفت. يعني مدة ان انا كنت بقعد مثلا زعلانة على ان حد قال لي حاجة تضايقني فتعصب وازعل اني اتعصبت، وازعل ان انا زعلت، وازعل مش عارفة ايه، ده كان بيقعد مثلا شهر شهرين. اوكي، بعد كده بدأ يقل اسبوعين، بعد كده دلوقتي بقت دقيقة. يعني اللي هو ماشي خلاص انا زعلته، هنعمل ايه علشان ما يبقاش زعلان؟ طب انا عملت كذا وهو فضل زعلان، مشكلته، انا مش هقعد بقى اطبطب عليه طول حياته. يعني فاهمه؟ خلاص هنعمل له ايه؟ لانه جزء من التعافي انك بتدركي انك بتشيلي شيلتك، بس انت مش بتشيلي شيلتك وشيلت اللي حواليكي. هو مشكله عدم التعافي ان احنا بنبقى شايلين مشاعري ومشاعر غيري وافكاري وافكار غيري، ولازم اخليه مبسوط ولازم اخلي نفسي مبسوط. ممكن نخلي نفسنا مبسوطين وبعد كده نبقى نشوف التانيين هيبسطوا ازاي، لان دي مشكلتهم هم مش مشكلتنا احنا. بس فالتعافي او لحظه ان انت بتحسي ان انت خلاص بقيتي كويسه، هي اللحظه اللي بقول لك ان المتعه فيها ازيد، انه الحزن والوجع موجود وانت متقبلاه، بس مش بياخدك ويطول بقى، مش بياخدك ويعيش بقى، بس بتعرفي من هنا انك تعافيتي او بقيتي احسن. خليني اتكلم في نقطه مهمه جدا بالنسبه لي. آية كده عندها structure في السيشن بتاعتها، معلش هقول أول جزء. لا قولي عادي عادي. إن إحنا أول ما بدخل السيشن الأول بنبتدي بمديتيشن. فأنا طبعا بريزست جدا موضوع المديتيشن ده، ببتدي أفرك وأبقى عايزة أخلع. فراحت في سيشن ما كده، راحت قالت لي أنت عارفة المديتيشن ده زي إيه؟ تعالوا نسمع منها بقى. قولي لي ليه بتنسست قوي ان في اول كل سيشن لازم يبقى فيه مديتيشن؟ هقول لك، بصي انا قلت لك واحنا بنتكلم انه انا ما بعرفش اعمل حاجه غير اللي اكون جربتها، ولو جربت حاجه وغيرت فعلا من حياتي مستحيل ما خليش حد يدوقها، يعني بمزاجك غصب عنك هتدوقها. فانا المديتيشن من الحاجات اللي غيرت حياتي حقيقي. يعني انا كنت شخص عصبي جدا، انا مره كسرت بنوره السفره. لا 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 ما اقولكيش ما اقولكيش، ده انا عليا عصبيه اورجانيك. انا مره كسرت بنوره السفره بايدي، بس بايدي، ما فيش حاجه في ايدي، تشكي 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 رحت مكسوره. فكنت شخص عصبي جدا جدا. قعدت اشتغل على عصبيتي واشتغل على انه مش عارفه ايه والتريجرز اللي بتيجي ولا لا بلا بلا اوكي، لحد ما جربت المديتيشن. وجربت المديتيشن وبقيت ملتزمه بيه، لان اللقطه في اي حاجه ليها علاقه بالتعافي نفسي بقى، فن مش عارفه، هو الاستمراريه. لو ما استمرتش على الطول ملهاش لازمه، لازم تستمر على الطول من 21 يوم ل 90 يوم. ده مش عبث بقى، يعني ده اي حاجه انت هتتعلمها اعمل ده اوكي، جربها، ما تقوليش جربتها وعملتها مره، ما تقوليش كده اوكي. فانا المديتيشن بالنسبه لي كان النقطه التحوليه، اللي هو ايه ده، دي حاجه سهله جدا بسيطه جدا، وبتهدي وبتخلي الواحد يدرك بقى، لانه اللي انا قلته لك بقى في يومها، انه الانسان او الواحد عامل زي ازازه الميه اللي مليانه تراب ومليانه حاجات مش نظيفه، بس هي عماله بتترج تترج 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 طول الوقت مرجوجه اوكي. المديتيشن ما بيعملش حاجه غير انه بيخلي ازازه الميه دي تتحط كده بس. هو مش عايز يعمل منك اي حاجه، هو عايزك تحطي ازازه الميه كده. لما ازازه الميه تتحط هي لوحدها، التراب ده هيترسب تحت واحده 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 واحده، فهتبداي تشوفي ايه هي المشكله، ايه هو التراب، فتبداي تشيليه، فتبقى الميه صافيه. موضوع بسيط والتول في ايدينا، بس ما بنعملهاش. نعملهاش عشان احنا ما تعودناش نقعد ما نعملش حاجه. يعني ازاي هقعد اتنفس كده، يعني هعمل ايه يعني؟ فاحنا لازم نبقى بنعمل حاجه مفيده اوكي. لما بتعملي مديتيشن بتواجهي نفسك، بتواجهي افكارك، التراب دوت بيبقى طالع كله، فانت بيبقى عندك خوف ان انت تواجهي التراب ده او تواجهي المشاكل دي كلها مره واحده. عشان كده دايما بقول لو في فكره تقبلي وجودها، ما تتفاعليش معاها، سيبيها بس دلوقتي اوكي. فالمديتيشن من الحاجات اللي بتنقل وبتخلي الواحد يهدى جدا، فلما يهدى يبقى عارف يدرك الفرق بين الشعور والفرق بين الفكره، فيبدأ يعرف يتعامل، لأنه المشاعر بتسيبيها والفكرة بتناقشيها، فبتكتشفي ان الافكار، معظم الافكار اللي معاكي اللي انتي بتاخدي ناحيتها اكشن، لو مثلا موقف عصبني عمل لي تريجر فانا خدت ناحيته اكشن ورحت اتعصبت اوكي. لا، طب انا المره دي بقى انا في موقف عصبني بس انا قاعده ساكته اوكي، والموقف خلص، انا ما خدتش ناحيته اكشن فكبر، هو انا بس عند نقطه ان فيها موقف عصبني.
مشكله ان الناس بتاخد المديتيشن على ان هو حاجه وقتيه. يعني ايه؟ يعني انا متعصبه دلوقتي فانا هتنفس دلوقتي فههدى دلوقتي. لا، هو مش كده. هو المديتيشن ده او تمارين التنفس هو حاجه عامله لايف ستايل. انا بعمل ده طول يومي، انا مدركه وواعيه بالنفس اللي بتنفسه طول اليوم، علشان لما يحصل حاجه تعصبني ابقى مدركه ان الحاجه دي بتعصبني ليه وايه هو التريجر بتاعي. لكن مش وقت بقى ما اتعصب، هو مش زرار. ايوه فاهمه؟ يعني هي مش زرار، هو بس حاجه بتمدلك الشعور دوت، بتخلي فيه شعور بالسكون ممتد بس. شويه يبقى بلت ان بقى. خلينا ننهي الحلقة بحاجة منك انت حابة، في حاجة ما قلتهاش، في حاجة حابة تعلقي عليها، اي حاجة يعني. عايزة اقول لكل واحد اطمن، هتبقى احسن وهتبقى في حتة جميلة، بس انت صدق ان انت في حتة جميلة ممكن توصل لها. وخليك نفسك، وصدق ان انت تستاهل كل المحبة وكل هو كل الحب. انا دايما بشوف ان الحب ده هو اكتر حاجة بتشفي. فاطمن وبحبكم قوي بس كده. ايه بجد، انا يعني بعد الحلقة هتكلم كتير، بس بجد بحبك قوي. وشكرا جدا ليكي ان انت اصلا قبلتي ان انت تيجي بودكاست المتواضع ده. ما اقدرش اقول لك لا. بجد شكرا جدا ليكي، واسمعوا الحلقة واكتبوا ورقية كل كلمة بتقولها. اشوفكم في حلقة جديدة من سيف مايند بودكاست.